فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يشرفني ويسعدني أن أقف هذا الموقف لأتحدث عن الشيخ الشهيد رحمه الله وطيب الله ثراه. وأنا لست من أتراب الشيخ ولا من لذاته ولا من أقرانه، فبيني وبينه مسافة ربما تصل إلى 30 أو 40 عاما، غير أني كان لي معه لقاءات وجلسات ورحلات إلى دمشق وإلى مصر. وبداية الأمر ومنذ نعومة أظفاري وفي حداثة سني في العاشرة أو ما دون ذلك، كنت ألمح الشيخ الشهيد رحمه الله في جامع الكلفاوية في رحاب العارف بالله سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز. رأيت الشيخ يتكلم، رأيت الشيخ الشامي يتحدث ويخطب في عدة مناسبات كمناسبات المولد النبوي الشريف، وفي عدة مؤتمرات علمية، وفي عدة أمور وخطوب مرت في تاريخ هذا البلد. كان الشيخ يتحدث ويخطب ويتكلم، فشدني أسلوبه وفصاحته وبلاغته وروحه الطيبة ونفسه الطاهر الطيب. ولما أنعم الله علي بطلب العلم في دار نهضة العلوم الشرعية التي أسسها وبناها مفجر العلم والمعرفة في هذا البلد سيدي وسيده وشيخه وشيخي وسنده وسندي الإمام الأكبر الراحل سيدي محمد النبهان. كنت واحدا ممن أنعم الله عليهم بطلب العلم في ذلك المعهد الشريف، إذ كان الشيخ الشهيد رحمه الله من أبرز مؤسسي هذا المعهد العلمي الشرعي الشريف. ازدادت معرفتي بالشيخ من كثرة تكرار زياراته ووفادته إلى المعهد الشرعي، فتارة يرأس وفدا ليعرفهم على شيخه ويعرفهم على سلوك الدوحة النبهانية التي ترعرع فيها رحمه الله وطيب الله ثراه. وتارة تجده
كثرت زياراته للمعهد، هذا المعهد الذي أنعم الله عليه وأنعم على كثير ممن يجالسون الآن من العلماء الكبار ومن الأساتذة الفضلاء في هذا المعهد الذي أسسه باعث حركة النهضة العلمية وأحد رواد العلم في هذا البلد، أسسه على تقوى من الله عز وجل وعلى أن يكون طالب العلم فيه نزيها عفيفا يؤسس علمه على التقوى من الله عز وجل، لا يهارب ولا يخاذل ولا يداجي ولا ينافق. أسس طالب العلم في هذا المعهد الشريف على غير شهادات علمية. كان يقول رضي الله عنه: لا أريد من طالب العلم أن يتطلع إلى أكبر شهادة علمية، فإن رائدنا هو الشهادة من الله عز وجل، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كان رضي الله عنه يقول: لقد أسست هذا المعهد الشرعي الشريف لأولاد الأمراء ولأولاد رؤساء العشائر حتى ينشأ طالب العلم نزيها أبي النفس مسموع الكلمة. وكان يردد رضي الله عنه قول سيدنا علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه حينما قال: لا تعلموا أولاد السفلة العلم فإنهم إن تعلموا قتلوكم به. كان يقول لنا: يا أولادي، حينما دخلنا المعهد الشرعي أنا وزملائي الأفاضل الذين يسمعون ويجالسونكم، حينما دخلنا المعهد الشرعي كانوا يلقنوننا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تكفل لطالب العلم بالعيش الهنيء. وكانوا يقولون لنا: هذا المعهد لا يمنحكم شهادة إلا شهد الله، فمن أراد شهادة تؤهله لمنصب أو وظيفة أو معاش فليولي وجهه شطر معهد آخر. هذه الكلمات العظيمة كنا نسمعها من سيدنا رضي الله تعالى عنه، وكان الشيخ الشهيد يؤيد هذا الكلام بقوة. لقد جلست في أول طلبي للعلم في مجلس مع سيدنا رضي الله عنه سيدنا نبهان، وكان على يمين الشيخ الشهيد وأنا في 12 من عمري. كنا واضعي قبعات بسيطة في أول أسبوع دخلنا فيه المعهد. فقال رضي الله عنه: قال شيخنا نبهان: من له سؤال فليسألني عن نفسه، عن عقله، عن حياته، في العلم، في المعرفة، في السماء، في الأرض، في العرش، في الفرش. هكذا سمعت أذناي ووعى قلبي. وإذا بالشيخ الشهيد وهو يتبسم وينظر إلى الأطفال أو إلى الغلمان الصغار أمثالي الذين وفدوا إلى ذلك المعهد لطلب العلم. قال له: يا سيدي، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن
كان رضي الله عنه مهتما بنا، وكان الشيخ الشهيد مهتما كل الاهتمام بطلبة المعهد في شؤونهم، في حياتهم، في مستقبلهم. ألح على الشيخ رضي الله عنه أن يلحق المعهد الشرعي بجامعة الأزهر، وبعد أخذ ورد وبعد إلحاح من الشيخ الشهيد اهتماما منه بحياة طالب العلم ومستقبله العلمي والحياتي والاجتماعي، وافق الشيخ رضي الله عنه، فانطلق الشيخ الشهيد رحمه الله إلى مدينة القاهرة، وهناك ألحق المعهد الشرعي بجامعة الأزهر، وهناك استطاع أن يعطي الصورة الواضحة عن المعهد الشرعي الشريف. وفوجئنا ذات يوم وإذا برئيس جامعة الأزهر وأساتذته والدكاترة الذين يدرسون هنا، يرأسهم الشيخ الشابي رحمه الله وطيب الله ثراه، ويستضيفهم عندنا في المعهد الشرعي ويريهم ما حدثهم عن طلابه وعن سيره وعن سلوكه وعن مستواه العلمي والسلوكي. سر القوم بما رأوا وشكروه على ضيافته، ورحلوا إلى هناك، وعودلت شهادة دار النهضة بالثانوية الأزهرية، وذلك بجهود صاحب هذا المرقد الطاهر، بجهود الشيخ الشهيد رحمه الله ورضي الله عنه وطيب الله ثراه. وخرج المعهد علماء أفذاذ، وخرج دعاة إلى الله، وخرج أساتذة كبار أثروا الجامعات والمعاهد الشرعية في العالم الإسلامي وفي الدول العربية والإسلامية. تراهم نجوما يقتدى بهم، عمية عن الشر أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم، أنظار عبادة وأطلاح زهر، يحبون يرغبون ما عند الله ويزهدون بما عند أنفسهم، وما ذلك إلا بجهود الشيخ الشهيد الراحل أبي أسامة رضي الله تعالى عنه وطيب الله ثراه. ضمني عدة لقاءات أنا أتكلم من الزاوية التي رأيت فيها الشيخ الشهيد، وحضرت معه في لقاءات متعددة في دمشق وفي حلب وفي مصر والقاهرة. ضمني معه عدة لقاءات، وأنا أشهد الله والله شهيد، أشهد الله والله شهيد على ما أقول، أنني لاحظت من الشيخ الشهيد أمرين اثنين هما سر نجاحه في حياته، إذ كان النجاح معقودا بنواصي آرائه، فكان له مع كل صباح يد كالصباح أو أشد وضوحا. هاتان الصفتان اللتين أبصرتهما وعاينتهما في حياته رحمه الله، وهما سر نجاحه الكبير. هاتان الصفتان هما محبته لأولياء الله عز وجل، وحسن الخلق الذي كان يتمتع به رحمه الله وطيب الله ثراه. أما الصفة الأولى فهي معروفة لدى القاصي والداني. الشيخ الشامي يحب الأولياء بذراته، يحب الأولياء بكل ما لديه من عقل وفكر ونفس وروح وعلم ومعرفة. كان شغوفا بالأولياء وأهل الله والمجاذيب، ما إن يسمع برجل من العلماء أو الصالحين أو أولياء الله حتى يذهب إليه ويطأطئ رأسه
له ويقول له أنا خادمك يا مولانا. كنا نرى فيه هذه الصفة، وهو أخذها من شيخه رضي الله عنه. كان سيدنا النبهان رضي الله عنه يقول: إذا رأيتم الرجل يحب الأولياء فاحكموا عليه بأنه سعيد في الدنيا والآخرة، لأن هؤلاء الأولياء هم أحباب الله، ولو لم يحبه الله لم يضع حب أحبابه في قلبه. كان شغوفا بحب الأولياء، كان مفرطا في محبته لهم رضي الله عنه، حتى أنني سمعت من فم شيخي العارف بالله سيدي محمد النبهان قال رضي الله عنه: ما اجتمعت مع ولي من أولياء الله إلا أوصاني بالشيخ الشامي رحمه الله. ما اجتمعت بولي من أولياء الله كبيرا كان أم صغيرا إلا وأوصاني بالشيخ الشامي. وهذه رتبة سامية ووسام عظيم قلده شيخه إياه رضي الله عنه وطيب الله ثراه. وكان على رأس من يحبهم ويشرف بحبهم سيده وشيخه العارف بالله سيدي محمد النبهان. وأنا على كثرة ما سمعت من الذين أشادوا بالشيخ النبهان، سمعت من علماء حلب ومن علماء دمشق ومن علماء حماه ومن علماء العراق، سمعت الكثير وقرأت الكثير عن الشيخ النبهان. وأنا أقسم بالله أنني ما سمعت أحدا تحدث بكلمة أحسن فيها مثل ما أحسن الشيخ الشهيد عن شيخه ومربيه. عند انتقال الشيخ النبهان عام 1974 خطب الشيخ الشامي في جامع الكلداوية متحدثا عن مآثر الشيخ النبهان رضي الله عنه،
الشيخ محمد الهاشمي العارف بالله الكبير حينما اجتمع مع سيد الشيخ محمد نبهان رضي الله عنه وخرج من عنده فسئل عنه ماذا تقول في هذا الشيء؟ فقال الشيخ محمد الهاشمي الذي لا تزال كلماته ضمن أشرطة التسجيل قال باللغة المغربية الأصيلة أنا لا ينبغي لي أن أتحدث في حضرة الشيخ محمد نبهان لأن هذا الرجل أمره عجيب وغريب ما قطعناه في 40 سنة قطعه الشيخ نبهان بنصف ساعة. واسمع معي إلى قول أبي حنيفة الصغير الملقب بأبي حنيفة الصغير مفتي السادة الأحناف الشيخ عبد الوهاب بن سوزيد. استضافه الشيخ في جامع الكلداوية فلما أراد أن يسافر قال للشيخ نبهان يا سيدي ادعو الله أن يحشرني تحت لوائك لأنه يعلم تمام العلم أن لواءه تحت لواء سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واسمع أيضا إلى كلمات العارف بالله الشيخ أحمد الحارون وكلنا يعلم عن هذا الرجل الكبير جدا لما استضافه الشيخ أيضا في الستينات في جامع الكلداوية ورأى الناس يتزاحمون عليه بعضهم يقبل يده وبعضهم يتبرك به. التفت الشيخ الحارون إلى من حول الشيخ قال لهم أنتم لا تفهمون الشيخ أنتم تقبلون يده وأنا أقبل يده ورجله. كلام العلماء والفضلاء وشهادة أصحاب الرتب العالية كثيرة وجمة وغفيرة. لذلك أقول إن الشيخ الشامي كان معذورا في قوله الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن الشيخ نبهان وهو من فوق التصور. وأنا حينما أتحدث لكم عن شيخه رضي الله عنه أقدمها هدية له لأنني أعلم تمام العلم أنه لا يسر بحديث مثل ما تحدثه عن شيخه وحبيبه الشيخ نبهان رضي الله عنه. أحدثكم لأقدمها هدية له ولأبين لكم في أي لوحة ترعرع ومن أي ثدي رضع ومن أي معين نهل. لقد ترعرع في اللوحة النبهانية ونهل من معين المعرفة الإلهية ورضع من ثدي الوراثة المحمدية التي كان يتمتع بها سيدنا محمد نبهان قدس سره العزيز. هذه هي الصفة الأولى. أما الصفة الثانية فيعرفها فيه القاصي والداني حسن الخلق. كان عنوان الشيخ الشامي عنوان حياته قول النبي عليه الصلاة والسلام صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليه. سمعتها منه في خطبة وفي كلمة في عدة لقاءات. وكثيرة هي الحوادث التي عفى فيها الشيخ الشامي عمن ظلمه. كثيرة هي الحوادث التي وصل فيها من قطع. كثيرة هي الحوادث التي أحسن فيها إلى من أساء إليه. طيب القلب معدنه هذا ما أعرفه عنه ولا أزكي على الله أحدا. طيب القلب معدنه حسن الخلق لباسه مكارم الأخلاق دثاره ورداؤه. هذا ما شاهدته وما رأيته بأم عيني من الشيخ الشهيد رضوان
بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بين يدي الله وبينه وبين الله حجاب، فجاء حسن خلقه فأدخله على الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. ورد أن الله عز وجل لما خلق الجنة، لما خلق الإيمان، قال: يا رب قوي وزدني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: يا رب زدني، فزاده بسوء الخلق والبخل. هذا ما أردت أن أقوله في هذا الموقف الذي أتشرف فيه بالكلام عن الشيخ الشهيد الراحل، فجزاك الله عنا خيرا يا عمنا يا أبا أسامة، وأجزل لك المثوبة والعطاء والنور، فلقد أديت الواجب ونصحت التلميذ والأستاذ والطالب، فشكرك شأن بعيد لا تبلغه أشواطنا. وآخر ما نقول: رحمك الله يا فقيدنا، يا فقيد العلم والإيمان والخلق والأخلاق الإسلامية العظيمة وأداء الواجب. لقد كان فدائيا بالمعنى الصحيح، كان فدائيا بكل ما في هذه الكلمة بالمعنى، فرحمه الله تعالى وأنزل على جدته الطاهر وعلى رمسه الطيب العطاء والنور، وأنزل عليه شآبيب رحمته، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرك عادت للقلوب أمانة، حبيبي يا حبيبي، ذكرك عادت للقلوب أمانة، وصفى بها هذا الوجود، ولا محمد الشامي يا رمز الوفاء، في القلب أنتم خالدا منصالا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الشامي يا رمز الوفاء،
مذ كنت شابا في الهوى هيمانا وصحبتني يوما إلى ركن العلا في حضرة النبهان أشكو هائما والهانا وبقيت محتفظا بعهدكم وعلى طول المنام والحب معتقلي وهويتي نبهانا. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت محتفظا بعهدكم على طول المدى والحب معتقدي وهويتي نبهانا إني على العهد باق دائما أبدا أعيش ذكركم بكل أمانة. ماذا أقول بكم والمولى أكرمكم نلت الشهادة في حمى مولانا. إني لأذكركم حبيبي إني لأذكركم وفي القلب لواعة والعين تذرف دمعها هتانا. هذا صهيب نجلكم نفخر به نرجوه دوما في الهوى يرعانا. صلوا على الحبيب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا صهيب نجلكم نفخر به نرجوه دوما في الهوى يرعانا وكذاك إخوته الكرام فإنهم ذخر لنا في عمرنا ومنانا. أبو أسامة سيدي رحمة لكم أبو أسامة سيدي رحمة لكم في جنة المولى الكريم لقانا. أبو أسامة سيدي رحمة لكم في جنة المولى الكريم لقانا. أرجو الإله لكم مقاما عاليا أرجو الإله لكم مقاما عاليا. نعم الإله حبيبنا مولانا صلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحلم كما أكرمك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة الأحبة، أجد الكلمات في هذه اللحظة بعيدة المنال، فإذا تكلم الحال سكت اللسان. وهل بعد هذا الذي أصغينا إليه وما طاف بنا من طائف الذكرى فحرك ما كان كامنا وأيقظ ما كان نائما وجعلنا في عالم يختلف عن العالم الذي نعيش فيه. كل ذلك بفضل الحب. وكما قلت لكم في لقاءات سابقة ما رأيت شيئا يصنع الرجال كالحب.
فإذا استنار قلب عبد بمحبة الله ومحبة رسوله أشرق خيرا وعطاء ونورا وهدى. وهذا المنهج منذ سيد الأولين والآخرين وإلى يوم اللقاء الأكبر مع رب العالمين. من أخذ منه أخذ بحظ وافر، ومن سار على طريقه وصل إلى شاطئ الخير والهدى والأمان. فإذا كان العلم هو الغاية التي خلق من أجلها الإنسان وبه يتوصل إلى معرفة الرحمن، فإن العلم يورث خشية، والخشية حال تظهر أول ما تظهر في الرجال حبا يشمل الجميع، وخلقا يقتدي به صاحبه بصاحب الخلق الحسن الذي وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فالعلم لا بد إلا وأن يورث أثرا، وأثر ذلك العلم حب وخلق يتجليان في نفس صاحبهما حتى يغدو ذلك الإنسان ربانيا كالشمس يفيض في إشعاعه دفئا وحنانا وعطاء وخيرا، وإذا بالناس كل الناس على اختلاف اتجاهاتهم، على اختلاف انتماءاتهم، على اختلاف آرائهم، على تفاوت مداركهم، هم في هذه الأعتاب، أعتاب الخلق الحسن والمحبة الصافية، بها ينعمون ومنها يردون وبها يتحركون، فإذا بهم بعد ذلك إخوانا على سرر متقابلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. أيها الإخوة الأحبة، لم يكن القصد من اللقاء أن نسترجع الماضي، فالماضي هو أس الحاضر، ومن لا ماضي له لا حاضر له. وهذا الماضي مهما أردنا أن نفرعه فإنه سيصب في بوتقة العبودية الخالصة لله، مهتديا ومقتديا بسيد السادات سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، من أجل أن يستشعر الإنسان بالرحمة وأن يحقق الرحمة وأن يحمل لواء الرحمة، فبذلك يكون الإنسان على طريق الخير، يحمل الرسالة ويؤدي الأمانة التي أراد الله تبارك وتعالى للبشرية أن تستظل ظلها وأن تتفيأ حماها من أجل أن تحقق السعادة للفرد والجماعة والمجتمع. لم يكن الهدف من هذا اللقاء وأمثاله أن نستجر الماضي، إنما نريد أن نربط الحاضر بالماضي. فالناس اليوم يعيشون حالة عصيبة، وأول هذه الحالات تجليا هي شتات في قلوبهم، وتمزق في صفوفهم، ومعصرة في آرائهم. على أي شيء يجتمعون؟ ما الذي يجمع الناس بعضهم إلى بعض؟ من الذي يقتل الناس؟ الحجة البيضاء الناصعة، إنه السلوك الحي نستقيه من أنبياء الله ورسله صلوات الله
إنه الاتباع، إنه المحبة، إنه الخلق العظيم. بهذا الخلق العظيم يستطيع الناس أن يتراحموا، كما استمعتم قبل قليل إلى أن الشعار الذي تميز به سيدي الوالد طيب الله سراه أنه كان يقول صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. أذكر في حديث له وفي جامع الأنصار حيث كان الأخ الدكتور الشيخ محمود هو الذي يقدم الحفل، فقام إليه الوالد وقال: يا محمود، قل للناس كلمة الشيخ محمد الشامي، لا تطري، لا تتكلم كلمة إضافية، لكن القلب الذي أحب وصدق في محبته لابد إلا وأن يعبر. فما كان من الأخ الشيخ محمود وأراد أن يختصر وأن يلملم إلا وأن وقف وخاطب الناس بعد أن أفاض من نفحات قلبه على لسانه. قال: هذا الرجل الذي صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا برجل من الحاضرين يقول: صدقت والله، ويقوم الوالد ويقفز الميكروفون دون أن يكمل الأخ الدكتور محمود الخميس ويبتدئ، ثم يتكلم ويقول: إن دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين جاءت من أجل شيء أساسي. ما هو هذا الشيء الأساسي؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومكارم وشعب الأخلاق كثيرة. إماطة الأذى عن الطريق خلق، ابتسامك في وجه أخيك خلق. قال بعد ذلك: وقمة شعب الأخلاق ثلاث: أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. فإذا ما فعلنا ذلك عادت المحبة والرحمة، وحصلت الإلفة والصلة، وإذا بالناس على مائدة المحبة مجتمعون يعطف غنيهم على فقيرهم، وعالمهم على جاهلهم، وكبيرهم على صغيرهم، وصغيرهم يجل كبيرهم، وكلهم يعرفون لعالمهم حقا. بهذا الإنصاف تتكون الأمة وتنصهر في منطقة العبودية الخالصة لله. من أجل هذا تكون هذه اللقاءات لندرك أن هذا المنهج الإلهي لم يكن مجرد نظرية بعيدة عن التطبيق. لعل قائل يقول: هذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وها هم ساداتنا من الأئمة رضوان الله عليهم ملأوا طلاق الأرض أمثلة رائعة. فإذا الجواب يقول: أين نحن من أولئك؟ هذا القرن العشرين، هذا الزمن الذي يتقلب فيه الإنسان بين عشية وضحاها، هذا الإنسان الذي تشده مغريات الحياة، هذا الإنسان الذي يجد دواعي البعد في كل لحظة وثانية تشده لتبعده عن الله، ليتخلى عن قيمه، ليتخلى عن إنسانيته. فإذا بالأمثلة الناطقة في هذا العصر تأتي لتكون حجة الله على عباده. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. إن الهدف من خلال ذلك يا شباب هو أن تستعيد الأمة الرابطة ما بين اللحظة
غضب مشرق، فإن الزمان كان قد استدار، وإن الأمر كما تعلمون يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأصبحت المصلحة تطغى على القيمة، تطغى على المبدأ. من أجل هذا نريد أن نركز سيرة هؤلاء العظماء، نريد لشبابنا